مساء الفل. بعد الحرب العالمية التانية خرج لنا نوع معين من المفاوضات، اتسمى على اسم الطريقة اللي كان بيحارب بيها هتلر، وهي البليتسجريج. بليتسجريج في البداية هتلر لما دخل أوروبا كلها وتوسع بصورة كبيرة اعتمد على فكرة الحرب الخاطفة. الحرب الخاطفة اللي بتعمل صدمة في العدو، بتضرب ضربة بقوة في جميع المساحات اللي انت عايز تدخل فيها، وبالتالي فبتقدر تسيطر على أكبر عدد من الأراضي أو أكبر مساحة من الأرض. الطريقة دي تم تعديلها في السياسة الأمريكية بصورة كبيرة، واستخدمها عدد مش واحد، عدد من الرؤساء الأمريكيين وصولا إلى ترامب. طبعا اللي احنا بنشوفه من ترامب دلوقتي دي الصورة الأكثر تطرفا من الأسلوب ده في التفاوض. هو متعود لما بيتفاوض كان بيتفاوض از ملياردير، هو راجل ملياردير ومعاه قوة أقل من القوة اللي موجودة دلوقتي فيها دي، فكان بيتفاوض كده أيام ما كان بيتفاوض وهو أقل في المنزلة. فمتخيلين بقى دلوقتي لما يكون هو أقوى رجل في العالم ممكن يتفاوض ازاي، ممكن يطور من طريقة التفاوض ازاي. الاشكالية في طريقة التفاوض دي ان هو لازال بيفكر ان امريكا هي القوة المهيمنة الوحيدة في العالم، هي القوة الاولى في العالم، لكن هي ليست القوة الوحيدة في العالم. احنا دلوقتي مش عايشين اواخر التسعينات مثلا، الموضوع مختلف تماما. احنا النهارده بننتقل من عالم احادي القطبيه ثنائي القطبيه الى عالم متعدد الاقطاب. يعني كنا عالم ثنائي القطبيه في الحرب البارده، وبعدين انهيار الاتحاد السوفيتي بقينا عالم قطب اوحد، وبعدين احنا دلوقتي بدأنا نكون في عالم متعدد الأقطاب، وفي سياسات إقليمية هي السياسات اللي بتفرض نفسها على السياسة العالمية وليس العكس. يعني السياسة والنظام العالمي مش هو اللي هيبدأ يفرض على الدول داخل الإقليم ازاي تشكل سياستها بصورة أو بأخرى. فجيه ترامب دلوقتي في الفترة دي بيحاول يرجع شكل النظام القطب الأوحد. فنظام القطب الأوحد ده علشان يرجع محتاج عدد من المعارك كبير جدا، محتاج أمريكا ترجع تسيطر على أمريكا الشمالية بالكامل، وبالتالي فإشكاليات مع كندا، إشكاليات مع المكسيك، إشكاليات مع نيوزيلندا، وبعدين ترجع تكون هي القوة القاهرة في الامريكتين، امريكا الشماليه والامريكا الجنوبيه. فيبدا يكون في مشاكل مع البرازيل، يبدا يكون في مشاكل مختلفه في امريكا الجنوبيه، وبعدين يبدا ينتبه لافريقيا، وبعدين يبدا ينتبه في الولايه الامريكيه في الشرق الاوسط اللي هي اسرائيل، فيبدا يقوي اسرائيل ويزود مساحتها على حساب جميع الدول. يبدا يبدأ يرجع القوة الغاشمة مع حلفائه في المنطقة. كل دي أسلوب، هو أسلوب بليتسجريج. يعني في النهاية المساحة اللي فتحها مع أوروبا مساحة مش عقلانية، إنك تتكلم عن الجمارك ومنظومة الجمارك وتحط على أوروبا مش عارف إيه والحاجات دي كلها. الحاجات دي أعتقد مش هتكون مفيدة تماما لأمريكا. يعني لأن لو اوروبا، وده اللي هيحصل، عملت امريكا المعامله بالمثل، الاقتصاد الامريكي مش هيتطور ولا هيحط ولا هياخد خطوه ايجابيه لقدام. فالاشكاليه هنا ان الراجل ده متاثر جدا بالبليتسجريج في في التفاوض، وحس بعد ما ربنا انقذه من الحادث وودانه بس هي اللي اصابتها الرصاصه، حس ان في هناك يد الهيه هي اللي حطته على الكرسي دلوقتي. وهو الكلام ده قاله في مؤتمر من مؤتمراته الجماهيريه. فيعني احنا نقدر نقول ان الراجل دلوقتي مزيج بين حاجتين، بين الرأسمالي المتوحش اللي مصدق يبقى معاه قوة غاشمة علشان يطبق افكاره، وما بين المؤمن المتدين اللي شايف ان مهما عمل او مهما وصل
في حربه، فهنا في يد إلهية وعناية إلهية بتحرسه.